رجعنا لكم مرة تانية عشان نبدأ معاكم فقراتنا وضيوفنا. وزي ما قلنا في بداية الحلقة النهاردة نتكلم عن موضوع سينما الموبايل. يعني أنا مش عايزة أرغي كتير أو أدي معلومات في البداية، لكن مع ضيفنا النهاردة هنعرف كل حاجة عن هذا الموضوع، وكمان إزاي تم تكريمه، الفيلم بتاعه كان بيتكلم عن إيه. كل ده هنعرفه من خلال ضيفنا اللي منورنا النهاردة في الاستوديو، الفنان أحمد الشاذلي. أهلا بيك يا أحمد، منورنا ومبروك على التكريم. الله يبارك في حضرتك. احكي لنا بس، يعني قبل ما اعرف بقى موضوع التكريم وجه ازاي، يعني كلمني عن موضوع سينما الموبايل. ايه اللي خلاه يعني ابتدى ان هو يزدهر في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة، وان هو يقام ليه مهرجانات دلوقتي؟ هو سينما الموبايل السنة دي كانت الدورة الثانية ليه. هو اتجاه من اتجاهات السينما المستقلة. تمام، يعني لو ما فيش امكانيات من كاميرات، من امكانيات ماديه، فده اتجاه من اتجاهات السينما المستقله اللي موجوده دلوقتي. من خلال ده تحت رعايه شركه موبينيل وسوني. من خلال دوت عملوا الدوره الثانيه السنه دي، كانت برعايه نجوم سينما، وكانت زي الاستاذه سعاد يونس، كانت اللجنه الدكتور مجدي احمد علي المخرج، الفنانه بشرى، الفنان فتحي عبد الوهاب، دكتوره لطيفه فهمي. فالموضوع السنه دي كان اشد من الدوره الاولانيه، كان المنافسه عاليه جدا. كان مشارك تقريبا قد ايه؟ كان مشارك في المهرجان ده 128 فيلم على مستوى الجمهوريه. اتصعد من خلاله 18 فيلم روائي. فيلمي كان من احد الافلام ديت اللي متصاعده من ال 18. يعني هما كانوا 128 التوتال، اتصعد منهم 18 فيلم للتصفيه. طيب لو عايزه، يعني هي دلوقتي عرفنا ان الموضوع موضوع امكانيات، يعني هو اللي خلى الموضوع يبقى منتشر جاست ان هو امكانياته بسيطه جدا، جاست ان انت بالموبايل، خصوصا ان الموبايلات دلوقتي بقت يعني التكنولوجيا بقت عاليه، والكاميرا الموبايل ريزولوشن بقى اعلى، بس فبقى بيساعد اللي هو يعني اللي احنا ممكن نعمل من خلالها افلام. فليه؟ طيب احكي لي كده عن الفيلم بتاعك، يعني احكي لي عن الفيلم الخاص بيك، اللي طلع من 128 فيلم بقى اتصفى مع 18 فيلم. كلمني عنه. هو الموضوع جه معايا صدفه. انا اصلا خريج كليه تجاره. انا ماليش في السينما، انا ممثل ومخرج مسرحي. بس ابتديت من سنتين بالظبط. اشتغلت، عملت كليب للفنان ياسر علي في اسماعيليه. وعملت فيلم اسمه سنة اخوان. الفيلم ده يعني الحمد لله كان يعتبر نقله كويسه. من خلاله عملت كليب تاني اسمه ابان يا رحمن، كان كليب ديني، الحان احمد القاضي وغناء محمد ريان من اسماعيليه برضو. من خلال ده بدات رجلي تخش المجال ده. طب انت حبيته؟ يعني هل بالنسبه لك كان مفضل عن مجال المسرح؟ يعني انت ممثل ومخرج مسرحي. هل الموضوع شدك قوي ان انت تبعد شويه عن المسرح وتركز فيه اكتر؟ ايه الممتع اللي فيه اللي خلاك تركز فيه بالنسبه يعني لا انا هقول للاعمال اللي قدمتها؟ احنا ما ينفعش نبعد عن المسرح. المسرح ده يعني حياتنا، العلبه اللي احنا بايتين فيها. لكن بالنسبه للسينما هو جو تاني وشعور مختلف طبعا عن المسرح، تجربة لذيذة من خلالها الرسالة بتوصل أسرع، وممكن من خلاله اللي هو يتشاف أي وقت. تمام. إنما المسرح وان شوت، العرض بنفضل فترة شغالين بروفات، من خلال البروفات ده بنطلع عرض يوم واحد. تمام. فالموضوع مختلف طبعا عن المسرح. يعني انتوا بتفضلوا تعملوا ريهرسنج فتره طويله، وفي الاخر بيطلع العرض يوم واحد بس المتعه كلها في اليوم دوت، والسكسي اللي انا باخده في نهايه العرض. انما بالنسبه للسينما او الكاميرا نفسها، الموضوع طبعا مختلف. بس انتوا بتقدموه يعني للفن كفن، انتوا مش منتظرين، لان بيتهيألي ما بيكونش فيه ربح مادي، بالعكس انا بيتهيألي انتوا ممكن تكونوا بتصرفوا اكتر. هو اولا احنا ما فيش امكانيات، احنا بنشتغل بامكانياتنا. تمام. من خلال ده احنا بنقدم حاجه احنا بنحبها من خلال المسرح او من خلال السينما. طبعا احنا بندفع، احنا مش منتظرين اي حاجه، احنا بنقدم حاجه بنحبها، بنوصل رساله للناس. بس فمن خلال ده ده كان اول مهرجان دخلته، كان مهرجان سينما الموبايل. الحمد لله ربنا كرمنا هناك، ويعني انا كنت مبسوط هناك ان انا بمثل اسماعيليه. يعني ده الفيلم الوحيد اللي كان اتصعد من اسماعيليه، كان فيه معايا 3 افلام كمان. بس عارف حضرتك اللي هو شعور اللي انا قاعد وسط ناس من جميع المحافظات وناس فنانين، والناس تيجي تسلم علينا عشان شافوا الفيلم والفيلم عجبهم،
وقالوا لنا قبل ما النتيجه تطلع ان هم احنا مرشحين بقوه اللي احنا ناخد. بس اللي هو الشعور اللي انا بمثل بلدي في مكان زي ده كان رائع. ده كان شعور مختلف. ده انا اول مره اخش مهرجان بالنسبه للسينما. فاكيد يا احمد الموضوع يعني الجانب المعنوي مهم طبعا. لكن كمان لو انا ناويه اكمل في ده فانا محتاجه برضو ان هو يكون في وسائل اخرى للربح المادي. بس انا برضو عايزه اتكلم معاك عن الفيلم نفسه والفكره نفسها بتاعتك وجات لك ازاي. بس احنا معانا كده تقرير يعني صغير عن حفل التكريم في مكتبه مصر العامه وكمان اراء المشاركين في العرض. تعالوا مع بعض نشوفه ونرجع نكمل مع احمد الشاذلي. احنا هنا الحفلة أول تدشين لشبكة إخبارية على مستوى جمهورية مصر العربية. الشبكة دي مقسمة على 3 شبكات: شبكة المرأة، شبكة إخبارية، شبكة رياضية، وفي شبكة تانية على مستوى المحافظات. لكل محافظة بتندلشن ليها شبكة تانية. احنا مجموعة شباب مجهود ذاتي، محدش بيدعمنا، دعمنا نفسنا، كبرنا نفسنا، والحمد لله الشبكة مسمعة على مستوى الجمهورية دلوقتي. معانا شباب من جميع جمهورية مصر العربية. النهاردة فكرنا نعمل حاجة الإسماعيلية لأول مرة تحصل، ان احنا نكرم شباب بلدنا تكريم رمزي احنا بنشجع الشباب فيه. احنا مجموعة شباب زيهم، حبينا نعمل فكرة جديدة. كلمنا كل الشباب اتطوع معانا، كلمنا ايه اللي متاح دلوقتي في الصورة، ايه هي الدستور ومواد الدستور. فحبينا نوضح للشباب ايه هو دستور بلده، حبينا نشرحها بشكل كويس جدا. عملنا مسرحية، المسرحية اجتماعية ثقافية سياسية بتشرح مواد الدستور بس بشكل مبسط للشباب. احنا النهارده الحفله مجمعين كل الشباب الثوري، الشباب الاجتماعي، الشباب الفني، بنكرم كله على مستوى الاسماعيلاوي. زي ما قلت لك اول مره فكره تحصل على مستوى اسماعيليه، ويا رب ان شاء الله الفترات اللي جايه نقدر نعمل زياده عن كده ونكرم كل ما هو عمل اسماعيلاوي جاد وكل شاب في الاسماعيليه. الفكره في انشاء الموقع بدات من بعد الثوره، بدات من كتر الشبكات الالكترونيه اللي نزلت على النت. حبينا نعمل شبكة مميزة ليها قيمة، ليها مصداقية، ليها تنوع، ليها تميز ما بين المواقع الكتير الموجودة، بين الشبكات الكتير الموجودة. حبينا نعمل شيء مميز فاخترنا الاسم، حبينا كلمة الأيام ما بين الأيام الموجود إن احنا الزمن الحالي من بعد الثورة، فقررنا اسم الأيام. فكان الاختيار الاسم تمام بناء على يعني تجمع بين الفكرة. ابتدينا نأسس الشبكة، ابتدينا نصمم الموقع، ابتدينا نعمل الأخبار مصداقيا، ننزل نغطي الأحداث بجميع فئاتها المختلفة. ابتدينا نجيب نعمل لقاءات مصورة، مش على قد اللي هو مثلا تقرير خبري فقط صحفي، لا بالعكس بقى تقرير مصور صوت وصورة، بحيث احنا دون حيادية، ما فيش حيادية لشخص معين. احنا في الوسط، لا ننتمي لحزب، لا ننتمي لأشخاص. احنا مجموعة شباب حبينا ننشئ الشبكة دون استخدام دعم من اي شخص تاني. حبينا عملنا فريق عمل كبير الحمد لله. اللي ابتدينا النهارده ابتدينا نعمل شبكه. الافتتاح الرسمي للشبكه دوت عايزين نعرف مين شبكه الايام، نبدا نوضح لمين شبكه الايام الاخباريه. الحمد لله يعني في حضور مميز جوه. ابتدينا يعني في بشرة خير ان شاء الله شبكه الايام هتنزل بقوه، مش مجرد شبكه هتترمي على الهامش ان شاء الله. افكار جميله جدا انهم يقدروا يقوموا النهارده في يوم افتتاح شبكه الايام. اعتقد ان ده نجاح كبير جدا ليهم وبيثبت قد ايه هم اقوياء، عشان كده هينجحوا باذن الله. اشكركم. الحفله دي معموله، دي مجموعه من الشباب، شباب واعد ان شاء الله بمستقبل باهر، عنده طموح، عنده تجديد. فانا كان ليا الشرف ان انا احتضن معاهم جزء، يعني كتبت معاهم في مقالات لقيتها عملت صدى كويس. فالحفله دي ان شاء الله تكريم للناس دي. هو يمكن النهارده انا المؤلف ومخرج السكتش المسرحي اللي هو بيعالج مشكله الدستور او مشكله فهم الدستور، الموضوع باسم اميه الدستور. فانا عامل عرض مسرحي صغير بشرح فيه مواد الدستور بشكل درامي، ده اللي هتشوفه مع بعض كمان شويه ان شاء الله رب العالمين. بنحاول نخلي الفنون ليها علاقه شويه بتنميه المجتمع. كلهم صحاب بيقولوا بينهم شغل وصحوبيه ورحلات وخروج وضحك، وكل واحد فيهم انا ماسك عليه زبده مبدئيا قاعدين كلهم، والمعترض يقول لي طبعا ما حدش عارف معترض. انت معترض؟ انت معترض؟ بس
كتير على كده الموضوع بيبقى من بعض الامكانيات اللي موجوده عندنا مع ضعف بعض الحاجات اللي احنا كلنا محتاجينها مع امكانياتنا المحدوده. احنا عندنا مخرجين ممثلين وفنانين بمختلف اشكالهم وانواعهم وملحنين، يعني فنانين بمختلف الدنيا اللي انت بتتخيلها وانت بتتخيلها. النهارده انا جاي اتكرم في مجله الايام، كرموني عشان خاطر فيلم روبابيكيا، الفيلم اللي مثل اسماعيليه في مهرجان سينما الموبايل، اللي اختاروه من ضمن 18 فيلم على مستوى الجمهوريه. الحمد لله الفيلم لقى استحسان كتير من الناس، بالرغم من ان دي رابع تجربه ليا في مجال الميديا، بس الحمد لله ده اول مهرجان اشترك فيه. الحمد لله المخرجين اتكلموا عليه بشكل كويس، لجنه التحكيم اتكلمت على الفيلم بشكل كويس، كان مرشح اللي هو ياخد جايزه، بس الحمد لله. وان شاء الله يبقى في حاجه احسن قريب ان شاء الله، وامثل بلدي في حاجات كتيره ان شاء الله. احنا بنبعد شويه عن التيار السياسي، بندخل برضو للاتجاهات الابداع. احنا عايزين توحد تجمع، فكانت الحفله دي تجميع للقوى كلها من كل التيارات، من مختلف الاتجاهات. برضو بالمناسبه بهنئ القناه الرابعه بيوبيلها الفضي، السويس بعيدها القومي، يعني مناسبات سعيده، وربنا يا رب يدوم السعاده ونستقر والبلد في تقدم ان شاء الله من جيل لجيل باذن الله. رحب بيكم مرة تانية وبضيفنا الفنان أحمد شاذلي. يمكن كان التكريم بتاعه جزء من حفل إنشاء الشبكة الإخبارية أيامنا، ومن خلالها تم تكريمه كأحد أبناء الإسماعيلية الموهوبين بفوزه أو تصعيده للمركز، يعني ما بين 18 فيلم في مهرجان سينما الموبايل، وده كان من خلال فيلمه روبابيكيا. لو هنتكلم بقى عن الفيلم كده والموبايل، يعني كلمنا الفيلم تقريبا بيبقى مدته قد ايه؟ الفكرة ممكن توصلها في خلال قد ايه؟ هو الفكرة انا ممكن اوصلها في ثواني، في دقيقة، في 10 دقايق، في ساعتين. ده بيعتمد على ايه؟ على موهبة اللي بيقدم الفكرة نفسها، ولا بيعتمد على الجزء التمثيلي؟ بيعتمد على ايه بالظبط؟ الموضوع بيعتمد على السيناريو والحوار والدراما بتاعت وفكرة المخرج. تمام. فيلم روبابيكيا كان مدته 10 دقايق، بيتكلم عن، هي حالة إنسانية جدا، بيتكلم عن شخص معاق عايش مع والده، هما الاثنين هما اللي البعض في الحياة. تمام. الأب بيروح الشغل عشان يجيب أكل للطفل، والطفل قاعد في البيت مستني الأب وبيصحيه، حاجات كل يوم بيعملها. فبيجي في يوم من الأيام بيجي كل يوم عامل روبابيكيا، كل يوم الطفل بيديله حاجة. تمام. فبنكتشف في الاخر ان بعد ما الاب بيموت، في مشهد فلاش باك، ان الاب كان متفق مع عامل روبابيكيا، كان بيرجع له الفلوس وبيرجع له الحاجه اللي كان بياخدها، كان مجرد زي لعبايه كده، كان ما بين الطفل والاب وعامل روبابيكيا. كان الطفل فرحان بحاجه زي كده. الاب ما كانش عايز يزعل الطفل، فكان بيعمل اي حاجه تساعده. تمام. بس ففي الاخر خالص كان في حاله انسانيه، الاب بيموت، طبعا طفل معاق هيعيش ازاي لوحده، فلازم كان في الاخر الدراما كان الطفل بيموت نفس الموتة بتاعت الاب. يعني انت موتت بسبب الاهمال بتاع الطفل، يعني اصل هو كان عايش لوحده، فاللي كان بيراعيه خلاص مات. فده وعي ومفيش وعي عنده، فبالتالي الفكرة بقى اللي كنت عايز توصلها للمجتمع من خلال موضوع فيلم روبابيكيا، الفكرة ان في حالات انسانية كتير في حياتنا محتاجة ان احنا نبص لها. هي دي رسالة الفن. انا لما باجي بعمل عرض مسرحي او بعمل فيلم، بتكلم عن المشاكل الموجودة حوالينا، بتكلم عن الحالات الانسانية اللي احنا لازم نبص لها. في حاجات تانية، يعني في حاجات تانية اهم من ان احنا نتكلم في السياسة، نتكلم في الشارع. احنا بنتكلم عن الشارع، هي دي الرسالة اللي احنا لازم من خلالها نوصلها للناس، من خلال العرض او من خلال الفيلم.
ان في مواقف كتير، في ناس كتير قوي محتاجه ان احنا نبص لها ونركز معاها كتير قوي، اكتر ما بنركز على خصوصا يعني في الايام اللي احنا فيها دي السياسه، خصوصا ان كل الناس دلوقتي بقت مركزه في السياسه فقط. يعني هي يمكن الفكره فعلا رائعه. كلمني عن الاعمال التانية، ايه الفيلم التاني اللي انت عملته؟ انا كنت عامل فيلم اسمه سنة اخوان. كنت بناقش فترة حكم الاخوان خلال السنة. كنت بتكلم بشكل حيادي. انا واحد من الجمهور. كنت شايف في كهرباء بتتقطع، في وظائف مش موجودة، في حقوق انا عايزها مش موجودة. فناقشت ده من خلال الفيلم بشكل حيادي جدا. اتكلمت من خلال الفيلم بلسان الشارع، فعشان كده الفيلم وصل للناس اكتر. بعد الفيلم عملت كليب ديني اسمه امان يا رحمن، نزل في رمضان. كان الحان احمد القاضي وغناء محمد ريان. دلوقتي انا بعمل كليب للفنان محمود كمال. تمام. هو فيلم كليب وطني. نزلنا صورنا في القاهرة، وان شاء الله هينزل خلال ايام. جميل، ان شاء الله هينزل يعني في القنوات على القنوات الفضائية وعلى اليوتيوب ان شاء الله. تمام. ربنا معاك يا احمد. يعني دايما بنبقى فخورين ان احنا عندنا فعلا ناس بتطلع فن صح وفن كويس، ويعني في ظل الامكانيات الضعيفه اللي موجوده ربنا يوفقكم. يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو بالنسبه لامكانياتنا او بالنسبه هنا في اسماعيليه في مواهب كتير جدا، وفي ناس زي كتير. يعني احنا عايزين نشتغل، مش عايزين اي عائد مادي، احنا بنشتغل بامكانياتنا احنا. بس اهم حاجه لساننا ورسالتنا توصل بس. فاحنا من خلال ده احنا بنشتغل، بنعدي، ما فيش حاجه بتقف قدامنا لله والوطن بس. قول نفسك، يعني اكيد الجزء المعنوي او المردود المعنوي ليك بيفرق كتير كمان معاك. طبعا. وبنتمنى يا رب ان الموضوع يبقى احسن من كده بالنسبه لكم، يبقى الموضوع يبقى فيه افكار توسع المجال بالنسبه لكم اكتر، بحيث ان هو ما يبقاش جاست ان انت لا دي حاجه انت هتحترفها عشان تقدر تكمل فيها وتركز فيها كويس. بالنسبه للدعم المعنوي، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. انا ما انبسطتش بالتكريم بتاعي في القاهره على قد ما فرحت بتكريم هنا في اسماعيليه وسط اهلي واصحابي. حتى التكريم ده انا هديته لوالدي من خلال الكلام ده. انا شفته وهو بيبكي بفرحه يعني. فده كفايه عندي. انت جميل يا احمد، عندك انتماء، وربنا معاك ويوفقك يا رب. بنشكرك جدا. شكرا. احمد الشاذلي كنت منورنا جدا النهارده، وربنا معاك يا رب وبالتوفيق دايما. شكرا. زي ما قلنا ان احنا لسه هنكمل النهارده حلقتنا الفنيه، بنتكلم عن المسرح